البيع مش نوع واحد، في فرق بين منتج وخدمة، وانا اشتغلت في الاتنين وهوضح لك الفرق بالامثلة. المنتج حاجة العميل يقدر يلمسها، يشوفها، يقارنها، لكن الخدمة دي حاجة مش بتتباع، دي حاجة بتتجرب، بتتحس، والمشاعر هنا هي اللي بتقفل الصفقة، والبياع الشاطر هو اللي بيفهم ده وبيغير اسلوبه على حسب اللي بيبيعه. يعني مثلا الخدمة، لما كنت شغال في الفنادق انا مش ببيع سرير ولا وجبة فطار، انا ببيع تجربة، اكسبيرينس. الجست مش بيقرر ان هو يبات ليلة في الفندق عشان الغرفة حلوة وخلاص، هو بيدور على راحة، على اهتمام، على معاملة حلوة ومحترمة يحس بيها من أول ما يخش الريسبشن. لو حس إنك فاهم احتياجاته وبتعامله بترحاب حقيقي بيحس بالخدمة قبل ما ياخدها. يعني كنت ببيع شعور بالأمان، الراحة، الاهتمام، مش بس أوضة بسرير. أما لو هنتكلم عن أمثلة بخصوص المنتج، لما كنت شغال في شركة توريدات غذائية، هنا أنا ببيع منتج ملموس. يعني العميل كان بيقارن بيني وبين غيري في السعر، في الالتزام، في المواعيد، في الجودة. هو مش بيشتري مني بس، هو بيشتري ثقة ان الحاجة توصل له مظبوطة في مواعيدها والجودة اللي كان متفق عليها. فلازم تكون قوي في العرض، في التفاصيل، في التفاوض. دي مش مشاعر، دي ارقام والتزام. اكتب لي في الكومنتس عايز اطور اسلوبي، وما تنساش تعمل فولو لان اللي جاي هيعلي مستواك جامد.